صباح الخير ومساء يا جدعان، وفيديو جديد من كتاب بيب جوارديولا. بص، الجزء ده عامل زي مقدمة للكتاب زي اللي فات برضو. وما تحط لايك يا صديقي، انا مش بطلب منكم كتير انكم تحطوا لايك، بس ده مش معناه ان اللايكات مش مهمة. ايا كان، انت حبيبي كده كده. المهم، ما تقول حاجة نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. كان في 3 فرق احتياطية في برشلونة موسم 2007، برشلونة بي وسي ودي. وبسبب المشاكل المالية اضطرت الإدارة انها تدمجهم في فريق واحد، وهو برشلونة بي. وعلشان كده كان في كتير من اللعيبة، ولازم يختار بيب 23 لاعب منهم بس. فعمل معسكر لمدة اسبوع علشان يختار افضل 23 لاعب ليه. ومع كل اللعيبة اللي ما اختارهمش، بيب كان بيجتمع شخصيا مع اسرهم، وكمان كان بيدور ليهم بنفسه على نادي تاني يقدروا يلعبوا فيه. اخر عيلة اجتمع معاهم بيب كانت اسرة ولد صغير من جزر الكناري. ما كانش في وقت كبير، فقرر انه يخاطر ويسيب الولد ده ويتحمل النادي تكاليف انتقاله لمدينة برشلونة. ايوه، الولد ده كان بيدرو. بيب بدأ مسيرته مع برشلونة بي بقوانين صارمة جدا، منها التأخير عن التدريب لأول مرة عليها غرامة 150 يورو، لو قررها تاني هيبلع غرامة 1500 يورو، ولو اتأخر لتالت مرة هيطرد زي الكلب بره النادي. ممنوع تماما اي حد يمسك تليفونه وقت التدريبات، وممنوع كمان اي لاعب يفضل بره بيته لبعد الساعة 11 بالليل. الفطار والغدا في النادي، والعشاء هيبقى دايما سلطات وخضار في البيت. كل حاجة كانت ماشية زي الفل في المعسكر التدريبي قبل الموسم الجديد، لحد ما بدأ 2 من اللاعيبة يتمرقعوا ومفيش سمعان كلام. بيب كعادته كان بيجتمع كل اسبوع بالاب الروحي بتاعه كرويف. جوارديولا قال لكرويف ان في 2 من لاعيبته في الفريق سلطتهم اعلى منه ومش عارف يعمل ايه معاهم. كرويف رد عليه ببساطة: اتخلص منهم، هتخسر ماتش او ماتشين لكن الفريق هيتحد وهترجع تكسب تاني. وده اللي حصل فعلا. بيب رماهم بره النادي، ورجع الفريق يكسب واستقر، وصعد من الدرجة الثالثة للتانية. ده كمان قدر يحقق الدوري في الدرجة التانية، وبسبب ان قوانين الليجا مش بتسمح ان فرقتين من نفس النادي يلعبوا في نفس الدوري، فكمل بيب مع الفريق في الدرجة التانية. جوارديولا كان صارم فشخ مع اللعيبة. مرة في ماتش قصاد قادش، الفريق كان مسجل جولين في اول 10 دقايق، لكن مع نهاية الشوط الاول قادش قدروا يتعادلوا. دخلت اللعيبة أوضة اللبس، بيب طلب من طاقم التدريب يراقبوا الباب، وبدأ يصرخ في اللعيبة وقال لهم: قطع يالا انت وهو التيشيرتات اللي انتوا لابسينها دي، انتوا عار على النادي ده ومش عارفين قيمة الشعار اللي انتوا لابسينه. من حسن حظهم انهم رجعوا كسبوا في الشوط التاني. كارلس بوسكيتس ابو بوسكيتس كان مدرب الحراس مع بيب طول مسيرته، وكان بيتكلم عن صرامة بيب وانه كان بيهرب لعربيته في الجراج علشان يعرف يخطف سجارة من ورا بيب او من غير ما حد يشوفه. في موقف تاني، بيب طلع كابتن الفريق يقعد في المدرجات في ماتش مهم ضد سيلتا، لانه امبارح كان مشي بدري من مركز تدريبات الفريق 5 دقايق عن الميعاد المتحدد. اول خطاب قاله جوارديولا للعيبه بعد ما استلم تدريب الفريق الاول: يا رجاله، صباح الفل. الاول قبل اي حاجه عايز اقول انه شرف كبير ليا ان ادرب النادي ده. انا بحب النادي ده جدا، وكل قرار هاخده هيكون لمصلحه النادي. اولا، مرينا بلحظات صعبه قوي الفتره اللي فاتت، وجه الوقت للتغيير. جه الوقت اللي الكل هيجري فيه كتير، هتجروا فيه كتير قوي. انا كنت جزء من النادي ده والفتره طويله، وهدافع عنكم لحد ما هموت، لكني هطلب منكم شغل كتير زي ما هطلب من نفسي كمان. مش هعاتبكم لو ضيعتوا اي فرصة او جول او باص قدامك، طول ما انت بتلعب بقلبك وبتدي كل اللي تقدر عليه. هسامح اي غلطة في حالة انك بتلعب وبتدي روحك لبرشلونة. مش هطلب منكم نتائج حالا، انا بس عايز اداء، ومش عايز اسمع تعليقات من الناس عن ادائنا، لاننا عارفين احنا مين كويس ونقدر نعمل ايه. يا رجالة، هي دي برشلونة. علشان كده كل شخص هنا لازم يدي كل اللي عنده. كل واحد لوحده مش هيقدر يعمل حاجة، هيحتاج زمايله كده كده، فلازم نكون فريق واحد. كتير منكم ما يعرفونيش على المستوى الشخصي، لكن الكام يوم اللي جايين هنتعرف على بعض اكتر، ولو في اي مشكلة حتى لو ملهاش علاقة بالكورة عايزكم تقولي. احنا هنا علشان نبقى سوا وفي ظهر بعض، مش عايز مجموعات صغيرة متفرقة. لازم نبقى كلنا فريق واحد ومع بعض. اللعيبة اللي موجودة حاليا من افضل اللعيبة في العالم، ولو ما حققناش البطولات فده هيكون غلطنا احنا الفريق الاداري، لاننا موجهناكمش صح. فخلونا نتحد ونبقى كلنا سوا. مش عايز اي حاجة تخرج للاعلام من هنا، مش عايز اي لاعب يواجه الاعلام لوحده.
احنا هنا ايد واحدة وهنساعد بعض. يا جدعان من الاخر انا عايزكم تثقوا فيا. طريقة لعبنا مش هتتغير، انا عايز الكرة دايما معانا، ولو خسرناها مش عايز منكم غير حاجة واحدة بس، تجروا بأرواحكم وترجعوا الكرة تاني. بس كده بالبساطة دي. بيب بعد ما خلص كلامه مشي، واللعيبة فضلوا واقفين مكانهم بيبصوا لبعض. تشافي ابتسم وقال انا مبسوط باللي سمعته ده. من القوانين اللي حطها بيب اول ما جه للفريق الاول، الكلام هيبقى بالكتالونية بس في التدريبات ومش بأي لغة تانية. الغدا في النادي وعلى ترابيزة مدورة علشان الكل يبقى شايف بعضه ومن غير مجموعات صغيرة متفرقة. ممنوع قصات الشعر الغريبة او العربيات الفاخرة، انتوا لعيبة كورة مش نجوم هوليوود. جوارديولا كمان اول ما جه اتخلص من عادة اسبانية كده، لازم لعيبة الفريق كلهم يباتوا في فندق قبل الماتش. هما مش مساجين علشان نحبسهم في فندق قبل الماتش. واحد من لعيبة الفريق مرضيش يقول اسمه، قال في الاول جزء كبير من اللعيبة كانوا متضايقين لانهم ما بقوش عارفين يخرجوا مع صحابهم بره النادي زي الاول، لكن مع الوقت بقينا كلنا صحاب وعيلة واحدة جوه النادي. الكل كان بيتكلم في اي حاجة، حتى الامور الشخصية قدام الكل. كنا بنتكلم في كل حاجة مش بس الكورة، وبناكل مع بعض كل يوم، وبكده هنحافظ على طريقة اكلنا الصحية لان مفيش اغراءات الاكل مع العيلة. والاهم اننا كنا بنقدر ننام وفي البيت وقبل الماتش مش في الفندق زي ما كان بيحصل، اكنهم كانوا خايفين اننا هنسهر ومش هنيجي تاني يوم الماتش. لما بكون على سريري الساعة 10 بالليل ببقى عايز ابقى مطمن ان كل لعيبتي مرتاحين وسط عيلتهم، مش مساجين في فندق بيبصوا للسقف. بيب منع الصحافة او اي حد غريب يقرب من ملعب التدريبات، لدرجة ان الصحافة سمت المنطقة دي بالمنطقة المحظورة. الفيلسوف إبرا كان عنده حق لما سمى جوارديولا كده. قبل كلاسيكو مدريد بيب ما اتكلمش ولا كلمة عن الماتش، كان بيتكلم عن المجاعة في أفريقيا. قبل نهائي روما 2009 بيب شغل فيلم جلاديتور، وبعد ما خلص الفيلم قام وخرج من الأوضة من غير ما يتكلم ولا كلمة. ذكرى حزينة قبل ماتش ميلان، جوارديولا جمع اللعيبة في دايرة وبدأ يتكلم، وكان صوته باين عليه انه حزين جدا. باصص للأرض وما قدرش يكمل كلامه وقعد على الأرض وبدأ يدمع. بعدها جه دكتور الفريق برونا وقال ان صاحب بيب المقرب تيتو فيلانوفا عنده ورم ولازم يعمل عملية جراحية. طول رحلة الفريق لميلانو بيب كان منعزل تماما عن الكل وما بيتكلمش مع اي حد. كانت حقيقي رحلة حزينة، لكن اللعيبة قدموا هدية لبيب وكسبوا الميلان 3-2. من الذكريات الجميلة بقى ليلة دوري الأبطال ضد مدريد ورجوع أبيدال. تسقيف الكامب نو في الليلة دي هز مشاعر العالم كله. في موقف تاني بيب بيهزق داني ألفيش قدام الكل لأن البرازيلي انفصل عن مراته وبقى بينام متأخر ومش بيسمع التعليمات كويس بعد التعادل 2-2 قصاد ميلان. بيب ادى لداني اسبوع اجازة علشان يروق دماغه ويفوق لحاله، لكن البرازيلي فضل تايه. وبيب بعد خسارة الماتش ده اتعصب فشخ على داني وقال له انت مدافع يا عمي، مدافع مش مهاجم، امن مركزك الاول بعد كده ساعد الفريق. جزء منكم بيشتكي انه دكة، ها بصوا كده على بويول وكيتا، انا متأكد من انهم بيشتموني كتير قوي في سرهم، لكنهم عمرهم ما وقفوا دعم الفريق. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للفيديو ده. اتمنى يكون عجبكم، طبعا دي اهم حاجة. لايك في ايدك وانت خارج، ما تسيب كومنت وتعمل شير يا صاحبي، الشير حقيقي بيفرح. حاجة كمان اخيرة، انا حقيقي عايز اشكر كل الناس اللي بتعمل اي تعليق على اي فيديو بينزل. كل الشكر حقيقي، انا بقرأ كل تعليقاتكم وبحاول اتفاعل معاها باي شكل من الاشكال، وحقيقي في تعليقات بتفرحني جدا، فحقيقي شكرا. سلام.